في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. تاجر مخدرات بيستلم هيروين من عصابة مخدرات، وقبل ما يديهم الفلوس بيجربوا وبيدوقوا عشان يتأكد منه، وبيكتشف إنه سكر، وبياخدوا منه الفلوس وبيسكبوا عليه كيروسين. بينقلوه للمستشفى في حالة خطيرة جدا، وبتزوره زوجته هيلين وبنته الصغيرة نيكول. ليون مجند في الجيش الفرنسي في الصومال، وبيستلم رسالة من هيلين زوجة أخوه بتقوله على اللي حصل لأخوه، وبيطلب أجازة أسبوعين من القائد بتاعه عشان يروح لأخوه في أمريكا، لكنه بيرفض وبيقوله أنت محتاج أسبوعين حبس بدل أجازة، وبيقوله أنت شخص سادي، وبيعاقبه وبيأمر الجنود يضعوه في صندوق العرق، وهو صندوق وسط الصحراء في الشمس، وبيوقعوه على الأرض بعنف عشان يضعوه في الصندوق، لكنه بيهاجمهم وبيستخدم رقلاته القوية جدا، وبيتغلب عليهم، وبيحاول واحد يصوب عليه بالبندقية وبيطعنه في إيده، وبيجي آخر ببندقية وبيهاجمه، وبياخد عربية جيب من المعسكر وبيهرب. بيروحوا وراه يطردوه لكنهم بيفقدوا أثره، وبيبلغوا القائد وبيقول لهم يدوروا عليه عند المينا، وبيروح 2 من الجنود عند المينا يدوروا عليه، لكنه بيكون صعد على ظهر سفينة من السفن وبيعمل فيها في مقابل إنه يوصل لأمريكا. وبيوصل أمريكا بعد ما قفز من السفينة في المياه لنيويورك. ليون معهوش فلوس، وبيشوف نزال في أحد الشوارع وتجمع مجموعة من الناس، وبيلاقيهم بيدخلوا نزال مقابل الفلوس، وبيقرر يشترك معاهم. بيتفوق ليون بشدة لأنه محترف كاراتيه وكيك بوكس، وبيكسب وبياخد الفلوس من جاشوا اللي بيدير النزال، وبيعرض عليه يدخل نزالات أكبر بيديرها الأثرياء مقابل حصوله على رهانات مالية أكبر. وبيوصل لامرأة اسمها سينسيا بتدير الرهانات الكبيرة ومعاها مساعدها راسل. ليون حزين جدا عشان أخوه اللي مات، وعاوز يحصل على أموال عشان يديها لزوجة أخوه بنتها نيكول اللي أصبحوا بدون عائل. وبيتفرج الأثرياء على النزالات غير مبالين بحياة الأشخاص اللي بيتصارعوا بيضحوا بحياتهم عشان مجرد يتسلوا. وبيدخل ليون لنزال شخص متعجرف بيهينه وبيقوله أنت جميل جدا، وبيقوله كلام مقزز جدا وبيهينه بشدة. بيغضب ليون وبيقرر يضربه بشدة، ومع أول محاولة منه لضربه بيوجه له ضربة قوية جدا تحت الحزام وبيسقط على الأرض. بيقبض ليون مكسبه من جاشوا وبيمشوا في أحد شوارع نيويورك عشان يروحوا، لكن بيهاجمهم مجموعة لصوص أقوياء وبيحاصروهم وبيطلبوا منهم فلوس، وبيحاول ليون يديهم بعض الفلوس عشان يستخدم تليفون في الشارع ويمشوا في سلام، لكن جاشوا بيرفض، وبيدور بينه وبينهم جدال، وبيهنهم جاشوا وبيهاجموهم، وبيهاجمهم ليون بركلاته القوية وبيتغلب عليهم، وبيقولوا له ده يوم حظك، وبيهرب الباقي منهم بعد هزيمتهم. وبيسخر جاشوا من زعيمهم بعد ما هاجموه وبيقول له مش عاوز تتصل بالتليفون. بيوصل ليون للمستشفى اللي كان أخوه فيها، وبيبلغوا الطبيب إنه توفى منذ أيام، وبيبكي بشدة. وبيروح يزور هيلين زوجة أخوه المتوفي وبنته نيكول، لكن هيلين بتلومه بشدة إنه حضر متأخر جدا، وإن أخوه كان نفسه يشوفه قبل ما يموت، ومات وهو بينادي عليه. بيحاول ليون يفهمها لكنها بترفض مقابلته أو حتى تاخد منه فلوس لمساعدتهم. بتاخد سينسيا ليون لبيتها، وواضح إنها معجبة بيه وبقوته، وبتحاول تتقرب منه. بيصحى في منزلها بيلاقيها حرقت كل هدومه، وبتجيب له أفخم الملابس والبدل، لكن ليون مش بيفكر في الستات ومش بيتجاوب معاها عشان حزنه على أخوه وأسرته اللي بيحاول يساعدهم ومش عارف. وبيعرض على سينسيا تفتح حساب بنكي باسم هيلين زوجة أخوه، وتضع فيها كل أمواله اللي بيكسبها من نزالاته اللي بتديرها، وبيطلب يعيش في مكان مستقل عنها، لكنها بتغير وبتغضب بشدة. وبيجهزوا لنزال آخر مع أحد المصارعين الاسكتلنديين في أحد الجراجات،
وبيحضر المتراهنين عشان يتفرجوا، وبيبدأ النزال وبيهاجموا ليون، لكن الاسكتلندي قوي وبيحمله وبيقذفه على أحد السيارات. بيوجه له ليون ركلة قوية وبيتمكن منه وبيتفوق عليه وبيفوز بالرهان. وبيتفق ليون مع جاشوا يروح لهيلين على إنه مندوب شركة تأمين، ويقول لها إن زوجها كان عامل بوليس التأمين وإنها هتقبض منها أرباح شهرية، وطبعا عشان يساعد هيلين اللي رفضت تاخد منه فلوس. وبيروح لها وبيديها جاشوا شيك، وبيقول لها إنها هتستلم منه شيك كل شهر وإنه هيجي بنفسه يديهولها. وبيطلب منها تجيب عجلة لنيكول لأن أبوها طلب منه كده، وطبعا اللي قاله كده هو ليون. وبتصدق هيلين إنه مندوب شركة تأمين وبتاخد الشيك. بيستمر ليون في النزالات على رهانات، وبيحضر المتراهنين وبيشاهدوا، وبينازل مصارع قوي داخل صالة اسكواش وبيحمله وبيدفعه على الحيطة بشدة، لكن ليون بيهاجمه بركلاته القوية. وأثناء اليوم ما بيجري في التدريب في أحد الشوارع، بيجي 2 من الجيش الفرنسي وبيراقبوه، لكن بيشوفهم ليون وبيجري منهم وبيهرب. بيديروا نزال آخر في أحد حمامات السباحة، وبيتجمع المتراهنين الأثرياء عشان يتفرجوا. وبيدخل مصارع قوي ينازل ليون وبيهاجم ليون وبيهاجمه بقوة، لكن ليون بيتفاداه وبيهاجمه وبيوقعه في حمام السباحة. بيخرج وبيهاجمه مرة تانية، وليون بيوجه له ركلة قوية وبيوقعه تاني في حمام السباحة. وأثناء مقابلة ليون لنيكول في الشارع فرحانة بعجلتها الجديدة، بيشوفوا مصطفى وزميله رؤسائه في الجيش وبيحاولوا يقبضوا عليه، لكنه بيقول لهم يتركوه أسبوع واحد كمان عشان يجمع فلوس لزوجة أخوه وبنته، لكنهم بيرفضوا وبيهاجموه وبيهاجمهم، وبيقع ليون على الأرض وبينكسر ضلع من ضلوعه. وبيجوا عشان يعتقلوه، لكنه بيوقع عليهم الأعمدة الخشب وبيهرب. وبيجي راسل وبياخده بسيارته. بيروح للطبيب وبيقول له إنه ضلعه مكسور، وبينصحه يتعلم أحد فنون الدفاع عن النفس لأنه بيعتقد إنه تعرض للضرب الشديد. بيجي أكبر نزال مع شخص قوي جدا اسمه أتيلا. أتيلا ما انهزمش في أي نزال، وقضى على كل اللي واجهوه في النزالات السابقة وقتلهم بدون رحمة. وبيقابل مصطفى وقائده الآخر سينسيا، وبتتفق معاهم تسلمهم ليون بعد ما ينتهي آخر نزال وبيوافقوا. سينسيا بتضع أموال كبيرة للرهان، لكن لصالح أتيلا، لأنها أصبحت بتكره ليون بعد ما لقيته ما بيبادلهاش نفس الإعجاب وإنه رفض يقيم معاها. بيجي أتيلا لأمريكا في طيارته الخاصة ومعاه قطته الجميلة. بيبدأ النزال وبينظر لليون باحتقار، وبيهاجمه ليون بلكماته القوية، لكن أتيلا ما بيتأثرش خالص بلكماته، وواضح إنه صلب جدا، وبيضربه في ضلعه المكسور. بيتألم ليون بشدة وبيعرف إن ضلعه مكسور، وبيبدأ يوجه له كل ضرباته على ضلعه المكسور بدون أي رحمة منه. وبيسقط ليون على الأرض وهو بيتألم بشدة، وبيروح أتيلا يلاعب قطته الجميلة. وبيقول جاشوا لليون بعد ما شاف إنه مش قادر يتغلب على أتيلا إن أتيلا هيموته زي ما موت كل خصومه في النزالات السابقة، وبيقول له إنه وضع كل أمواله في الرهان على أتيلا وإنه هيقسم أرباحها بينهم هما الاتنين. لكن ليون بيغضب بشدة بعد ما اكتشف إنه راهن على أتيلا، وبيقول له راهنت رهان خطأ. وبيتماسك وبيحاول ينهض عشان يكمل نزاله مع أتيلا، وبيوجه له ركلة طايرة قوية جدا وبيختل توازن أتيلا، وبيبدأ يوجه له مجموعة من الركلات المتتالية القوية جدا وبيترنح بشدة، وبيكمل عليه بمجموعة تانية من اللكمات القوية يمين وشمال وتحت، وبيتمكن منه وبيتغلب عليه. وسينسيا بتشاهد وهي في منتهى الغضب لأنها وضعت كل أموالها في الرهان على أتيلا. ليون أصبح في وضعية الأسد على الفريسة اللي اتمكن منها. وبعد انتهاء النزال
بيبدأ ليون يشعر بالتعب الشديد، وبيحمله مصطفى ورئيسه الآخر، وبيقول له جاشوا أنت كنت على حق وأنا كنت على خطأ، وبيقول له إياك تستسلم أبدا، وبيحضنه ليون لأنه عارف إنه راهن على أتيلا عشان يقسم أرباحه معاه. جاشوا نموذج للصديق الوفي بمعنى الكلمة، وبياخدوه رؤسائه في السيارة وهو مش قادر يمشي عشان يبدأوا يرجعوا لوحدتهم العسكرية في الصومال، وبيروح ليون معاهم بعد ما اطمن إن أموال الرهان راحت لهيلين ونيكول. وأثناء الطريق بيوقفوا السيارة فجأة، وبيقول له رئيسه انزل، وليون مش مصدق نفسه، وبيقول له مصطفى مع السلامة. بعد ما شافوا نضاله عشان أسرة أخوه اللي أصبحت أسرته، وإنه مهربش من الجيش إلا عشان يساعدهم، وفي الحالة دي يبقى وجوده مع أسرة أخوه اللي بيعولهم أفضل من وجوده في مهمته في الجيش. وبيرجع لهم ليون وهو في منتهى السعادة، وبيحضن نيكول وبيفرح عشانه صديقه الوفي جاشوا. الأسرة شيء عظيم جدا ومقدس، لكن ياريت كل الناس تعرف. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.